وكيتكرر كل سنه، كيتكرر نفس السيناريو عاوتاني، كتكرر نفس الاحداث. ونبهنا مره وجوج وثلاثه بان راه الله يقدر، لا قدر الله توقع شي كارثه، راه التنظيم خصو يكون في احسن مستوى، راه المشاكل ديال التنظيم خصها تتحرى، الناس المسؤولين خصهم يعني دار كل موقف. ولكن النتيجه شنو هي اننا وصلنا لداكشي اللي ما كناش كنتمناو، اننا نفقدوا روح ديال مشجعه وديال مواطنه مغربيه. من يتحمل المسؤوليه؟ فهذا سؤال غيبقى عريض، وغيبقى يعني دائما يعني مرتبط بالاحداث اللي كننظموا، مرتبط بالاحداث الرياضيه. مادام باقي حتى شي واحد ما تحاسب، مادام باقي حتى شي واحد ما تعاقب، فراه غادي نبقاو عايشين في هذه السيناريوهات اللي دائما مع كل موعد ديال مباراه كبيره ديال الوداد ولا ديال الرجاء، الا وكيكون تخوف كبير من التنظيم، الا وكيكون تخوف كبير من اننا نشوفوا كوارث. ولينا كنفكروا في التنظيم اكثر ما كنفكروا في النتيجه، اكثر ما كنفكروا في المصير ديال المقابله. ولينا خايفين غير لا شي واحد وقع ليه شي حاجه ما كتهمك لا الرجاء اش غدير ولا الوداد اش غدير، بقدر ما كيهمك هذوك الناس. راه شفت شي فيديوهات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كيفاش يعني وليدات صغار في هذاك الزحام وحالين بيبان غير انا ما فهمتش كيفاش. يا اما سد الباب يا اما حل الباب، ما كاينش نحلوا شويه باش الناس تبقى تزاحم وتدخل بواحد. هذا ماشي هو التنظيم. اما نحل الباب وننظم ويكونوا صفوفه ويدخلوا الناس، اما الباب هذاك تيران عمر غنسد الباب حتى شي واحد ما غادي يدخل، وغندور التيران كله برجال الامن باش حتى واحد ما ينقص، حتى واحد ما يقرب الكريج. هادشي اللي كنعرف. اما نحل شويه ونخلي الناس كتدافع بحال الدبان ماشي بنادم ونبقى نماساكري فيهم كيف ما كنقولوا، فهاد الشيء راه ماشي معقول. وهذا الشيء بالنسبه ليا خاص يتلقى ليه حل في اقرب الاجال، لان لا بقينا في هذا المستوى غيبقى يتكرر وغيبقى يتكرر، ولا قدر الله تكون كارثه اكبر. لان عشنا الموسم الماضي واللي قبل منه، ولكن هذا الموسم كان افضل، لاننا فقدنا روح ديال مواطنه ومشجعه مغربيه بريئه ما عندها حتى شي يعني مشكل غاده بصحتها، صحه سلام كيف ما كنقولوا، باش انها تشجع. كتلقى راسها انها يعني في عداد الموتى. فكنتمناو لها الرحمه وكنجدوا على الرحمه، ولكن ضروري من المحاسبه وضروري من المعاقبه ديال الاشخاص اللي كانوا وراء هذه الكارثه هذه. راه فيها قانون، وحنا في هذه البلاد خص تكون عندنا قيمه. راه ما يمكنش تكون روح طايحه والبلاد ساكته. راه خص تكون روح طايحه. راه حنا كاملين مشات لي ضاعت لينا هذه السيده هذه المشجعه ولا هذه المواطنه، راه ماشي رجاويه، هذه مواطنه مغربيه. كل شيء تفقد هذه المواطنه، وكل شيء يعني الضر مني ماتت هذه المواطنه. راه ما يمكنش نبقاو بحال ما وقع حتى شي حاجه. راه خص تكون شي رده فعل اللي تكون قويه، اللي تبين بان فعلا حنا كمواطنين عندنا قيمه عند البلاد، وحنا قيمه عند هذه الدوله هذه. حنت قلنا مره وجوج وثلاثه، قلنا غتكون شي كارثه وقعات. معنى التوقعات ديالنا كانت في محل ديالها، معنى الاساليب اللي كدار باش كتنظم واحد المباراه اساليب بدائيه واساليب لا علاقه لها بتنظيم في المستوى اللي يخليك انك تدخل تفرج في واحد الاريحيه، ويخليك تحس بان عندك قيمه. راه الطريقه باش كيتعاملوا الجماهير قدام الملعب، راه كتزيد تهيجهم، راه كتزيد تمرضهم، راه كتدخل لهم يدخلوا كقنابل موقوته للملعب، وكيفجروا داكشي داخل الملعب ولا كيفجروا خارج الملعب. معنا خصنا نعاودوا طريقه المعامله، طريقه التنقل، طريقه الولوج للملعب، كلها خصها تعود فيها النظر باش الانسان يدخل مرتاح ويدخل ويحس براسو انه عنده قيمه، وداخل لواحد البلاصه باش انه يتفرج وباش انه يحترم المكان اللي داخل ليه. راه ملي كيوصل من دارهم هو خارج، الطريقه باش كيتنقل والطريقه باش كيوصل وكيفاش كيتعاملوا مع الامن وكيفاش كيشري ورقته وكيفاش راه كلها كتهيج الانسان باش انه يولي واحد مهيئ باش انه يدير واحد رده فعل اللي هي سلبيه داخل الملعب ولا خارج الملعب. راه الله يرحم الوالدين، راه رياضه اخلاق، راه بغينا ولادنا ما نبقاوش نتخلعوا عليهم. راه الله يحسن العوان ديال الامهات والاباء اللي كيصيفطوا دابا اش ذنب هاد الام ولا هاد الاب اللي بنتها خرجات غدا لابسه توني ديال الرجاء، غدا فرحانه باش تشجع، حتى كيقولوا لا اجي راه بنتك ماتت. اش من احسوا بهاد الناس هادو كيفاش غيكونوا. هاد المسؤول هذا اللي عطى الاوامر وكنخرجوا كنبداو نبروا شي تبريرات اللي ما عندها حتى شي علاقه. راه حنا في زمان ديال مواقع التواصل الاجتماعي وفي الزمان ديال الهواتف الذكيه، في البلاصه كتوصل الصوره والصوت، يعني في البلاصه اي واحد كيولي مراسل كيهز الناس اللي خرجوا يقول لك لا راه كان الزون 7 هو اللي كان فيه الماء ماشي في الزون 3، التبريرات اللي ما عندها حتى شي علاقه. راه حنا شفنا كل شيء،
التيران كله كان كيطرش فيه الماء. واش القرار سليم ولا ماشي سليم؟ ما تبداوش تبروا بتبريرات اللي هي غير معقوله وكتزيد تشحن الناس. راه كتزيدوا غير كتشحنوا الناس وكتحقدوا الناس انهم يمشيو للتيران ويمشيو للملعب، وغدوا بعد غدا نبداو نقولوا وبدا عندنا عزوف جماهيري على الملاعب والناس ما بقاتش كتجي تفرج في الملعب. راه علاش الناس ما بقاتش كتمشي؟ راه خايفه على روحها، راه ما بقاتش عندها علاقه لا برجاء ولا بالوداد ولا شنو دارت الرجاء ولا شنو دارت الوداد ولا شنو دارت الجيش ولا تقسات ولا ما تقساتش. وليت خايف على ولدي وعلى بنتي وعلى خويا انه يمشي للتيران. قبل ما نتكلم على شنو غيوقع لداخل والرجاء واش غتكون في المستوى والوداد غتكون في المستوى، خصنا نفهموا هذا الشيء، وخصنا هذا الشيء نوقفوا عنده ديال بصح. يعني منين نقولوا ديال بصح معنا خص حلول واقعيه ماشي حلول ترقيعيه. قلنا الكازا ايفنت 1000 مره، راكم كديروا كوارث في التنظيم وراكم كتهيجوا الجمهور وراكم كتصعبوا على راسكم وعلى الجمهور طريقه الولوج. فكروا في هذا الشيء، ولكن تربحوا الفلوس وخرجوا الفلوس باش انكم تنظموا شي حاجه في المستوى، ماشي غير تدخلوا الفلوس وتعتبروا الناس كانهم ارقام، غير ارقام 30,000 40,000 50,000 فقط، ماشي روح عزيزه عند الله. الا وقعت شي حاجه ومشات راها مشكله، راه كل واحد فينا غيتحاسب امام الله على هذا الشيء. كل واحد فينا اي واحد وقعت ليه شي حاجه راه غتحاسبوا عليها امام الله. وفكروا في هذا الشيء قبل ما تفكروا في الميزانيه اللي غتدخلوا، قبل ما تفكروا في الفلوس، قبل ما تفكروا في اي حاجه. راه ما يمكنش تكون السيده ماتت وحنا كنتكلموا كنخرجوا نبروا نقولوا لا راه فين ماتت السيده، راه ماشي تما فين طرش الماء وماشي شغلي واش تما ولا ماشي تما وكيفاش ماتت وعلاش ماتت وشكون اللي خلاها تموت وكيفاش هذاك الاكسيداد اللي سبب لها في الموت. وماشي غير هي، حنا كنهضروا على حاله وفاه، راه كاين اللي تقطعت ليه يدو، راه كاين اللي وقع ليه مشكل ومشى للسبيطار، راه ماشي غير هي، راه بزاف الحالات وقعوا. غير هي لانها كانت حاله وفاه عطيناها يعني الحجم اللي كتستحقوا، ولكن الناس اخرين تضروا بسبب شنو؟ بسبب قرارات غير مفهومه، بسبب قرارات ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي علاقه بالتنظيم. حنا سيدي حنا اللي غالطين، خرجوا نتوما قولوا لنا انكم كنتوا على صواب وانتم خديتوا قرارات اللي سليمه، ولكن شنو وقع اللي خلى الامور ما تكونش مزيانه. راه ما يمكنش هادشي يدوز بحال ما هكا، راه ما يمكنش، راه يستحيل ان وحده ماتت بريئه ما دايره والو تموت ونبقاو ساكتين وكنقولوا وكان سوء تنظيم وكان تنظيم كارثي. ولا ماشي هادشي اللي خصو يكون. تنظيم كارثي عنده اسباب، تنظيم كارثي بناء على قرارات، شكون اللي خدا هاد القرارات يتحمل مسؤوليته ويجي يتحاسب. اما انني نقول اليوم بان تنظيم كارثي وانا لله وانا الى راجعون والله يرحمها ودوز مرور الكرام، هذا الشيء راه ما يمكنش. الا كنتو فعلا كدوله وكمسؤولين كتحترموا راسكم احترمونا كشعب وخليونا نعيشوا بامان في هذه البلاد وخليونا نحسوا براسنا باننا فعلا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي كيضر في الخاطر وكيضر في بزاف والله الا بزاف، باسكو بحال اليوم عاوتاني